يا صباح الفل، مشيت الاولاد على المدارس. يلا بقى كده نبتدي نشوف هنعمل ايه ويومنا ماشي ازاي. اول حاجه كده اظبطي دماغك الاول، فنجان قهوه، كوبايه شاي، ونحضر الفطار. الفطار ايه بقى؟ لقيت عندي كده بتنجانيه واحده رومي وشويه بطاطس وقرنين شطه كده خضر، رحت جايه قلياهم. جيت بقى هنا ايه شويه زيت صغيرين، ونزلت كده بصلايه حلوه كبيره ناعمه، دبلتها كده، ومعايا حوالي 4 فصوص توم. البصله كده تدبل معايا بسيط، انزل بالثوم اشوح فيه شويه، انزل بقى ايه بمعلقه سكر صغيره تكرمل كده البصل مع الثوم. ومعايا قرنين فلفل رومي مقطعاه كده، يكون تقطيع كبير مش صغير كبير. اي بقى فلفل عندك ملون اخضر، شوحي كده مع البصل والثوم. ومعايا طماطم مقطعاه قطع صغيره حوالي مثلا 5 وحدات كده، شوحي كله مع بعضه زي الفل. نزل كده بالتوابل. اول حاجه هنزل بالخل كده، معلقه صغيره من الخل، ومعايا فلفل اسمر ورشه كزبره ورشه كمان فلفل اسود. طبعا بقى اساسي معايا كمون، وكمان شويه من البابريكا عشان تعزز اللون المسقعه اكتر. عايزه بقى تحطي شطه براحتك، انا كده كده حاطه شطه حاميه، يعني قاليه قرنين كده في قلب البطاطس والبتنجان. هقلب كل ده مع بعضه، ونص كوبايه ميه، واكتم الحله او الطاسه، يعني غطيها. اسيب كل ده كده يتسبك مع بعضه، تنشف كده من التسبيكه بالجمال ده. الريحه بقى مش قادره اقول لكم، زي العسل. ننزل بقى بالبتنجان والبطاطس والقرنين الشطه كده الحامين، ونقلب كله في بعضه كده. خلاص كده احلى مسقعه معاكي، تشويحه كده خفيفه كده ايه كله مع بعضه. وحضرنا كده احلى فطار، شويه مسقعه حرفيا زي السكر. وحضرنا كده الفطار. ناخد بقى هدنه. طبعا بعد الاكله دي بقى ايه كوبايه شاي. وطبعا بقى عملت الغداء ايه يا اسماء؟ نزلت بقى السوق، كنت محتاجه شويه خضار. لقيت بقى في السوق ايه يا ولاد؟ سبانخ، شويه سبانخ حرفيا سكر. سبانخ بلدي خلاص ظهرت بقى كده في السوق، يعني حاجه الشتاء عامه فيها عسل نحله كده سبحان الله. وجبت بقى خضره، وجبت ملوخيه. نضفت الخضار كله عامه، بس النهارده هنعمل سبانخ في الهون. قرن فلفل حامي، شويه توم حلوين، وشويه دقه، ورحت جايه منعمه التوم بقرن الفلفل الحامي. وخرطت السبانخ وخليتها فله، وخزنت الباقي كده، عملت كمان كيسين في الفريزر. انا قبل كده طبختها بطريقه، والنهارده هطبخها بطريقه. وعصرت كمان شويه طماطم في الخلاط، وكمان صفيتهم. ومعايا بصل، ومعايا طبعا ايه الخضره. معايا في الحله شويه زيت على معلقه سمنه يتقدحوا معايا، وننزل بالبصلايه تدبل. انزل حوالي بنص معلقه صغيره من الثوم والفلفل الحامي اللي انا نعمتهم مع بعض في الهون. نص معلقه صغيره، والباقي هقول لكم هعمل بايه. تمام كده زي الفل. نحمر كل ده مع بعضه. ننزل بقى ايه بعصير الطماطم. اهم حاجه صفي ايه الطماطم عشان يشر من البذر، تبقى نضيفه كده وبيور. ومعلقه سكر صغيره، رشه فلفل اسود، ورشه بهار مشكل، ورشه صغيره من الكمون. انا بحب الكمون قوي قوي يا جماعه، يعني حاجه بسيطه في قلب الطبيخ عامه بتخليه زي العسل. الناس اللي مش بتحب الكمون براحتك. هقلب كل ده مع بعضه، واغطيها بقى واسيبها تتسبك. اتسبكت معايا حلو قوي. هنزل بقى بالسبانخ، هتحس ان الحله ما شاء الله عاليه، والسبانخ نافشه، مفيش دقيقه وهتلاقي السبانخ هبطت. الخضار في ثانيه بيهبط. بصوا بقى التركية ايه يا اسماء اللي بتحطيه ده؟ ديت حوالي 3 معالق كده من الشبت على الكزبره، يعني يا ميكس على بعضه يا اما شبت لوحده براحتك. انا بما اني عامله العلبه دي كده في التلاجة عندي، فاخدت منها حوالي 3 معالق، عباره عن شبت وكزبره. بتخلي السبانخ دي سكر، ولا ريحتها كده اللهم بارك. طيب التركية التانية يا اسماء ايه؟ هقول لكم عليها بس في اخر الفيديو، خلينا بس ماشيين كده. بصوا بقى السبانخ هبطت خالص. هنا اللحمه انا خلاص كده استوت معايا. الضغط لما الحاجه تستوي جواها اي لحوم، ما تفتحهاش او تشيل الصومال كده في ساعتها، لا سيبيها تهدى خالص من الصوت اللي فيها حوالي 10 دقايق. بعد كده ارفعي الصومال. يا اللهم بارك. الحله دي امان، الناس بقى اللي عارفيني ان الحله دي عندي بقى لها 7 سنين من بيت العز، اللهم بارك. خلاص كده شويه الشوربه يا ولاد كانوا سكر. اتسبكت معايا بقى تسبيكه صح.
هتزودي بقى الشوربه بتاعتك، ويا سلام بقى لو عندك حته دهنه كده او حتتين لحمه ملبسين حطيهم. انا حطيت جزء هنا وجزء مسلوق. وزودي بقى الشوربه، انا عامله حوالي كيلو الا ربع كده من السبانخ، عشان الباقي انتوا في الفريزر. على حسب بقى، زودي كبشتين تلاتة اربعة براحتك على حسب الكميه. بتحبها تقيله كده تغمسيها بالعيش، بتحبها تقيله جنب شويه الرز برضو. في ناس بيحبوها يعني الصلصه بتاعتها او الدمعه تكون خفيفه، براحتك. طيب نسيبها بقى ايه تاخد غلوتين تلاتة كده. تعالوا بقى نعمل الطشه. معلقتين سمنه بلدي يتقدحوا معايا، ننزل بقى ايه باقي الثوم مع الفلفل الحامي. انا خدت يا دوبك بس نص معلقه صغيره في قلب السبانخ مع الصلصه، والباقي ايه نعمل بيه الطشه. الثوم كده داخل على حمار، انزل بنص معلقه صغيره من الكزبره لحد ايه ما الكزبره بالثومه تحمر معايا. نطش بيها السبانخ ونطفي النار ونكتم الغطا. كده احلى شويه سبانخ حرفيا هتاكليهم عسل كده نحل. بصوا بقى، يا دوبك اطش بقى. اللهم بارك على الريحه والجمال. خلاص كده السبانخ كده جاهزه معايا. اطفي النار، اول ما تطش اطفي النار على طول واكتمي الغطا عليها. بحتتين الدهن كده اللي معاها او حتتين اللحمه بتبقى زي السكر. بصوا بقى شويه سبانخ اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان اللحمه يعني استوت شويه في حاله الضغط، لقيتها ما شاء الله سايبه من بعضها. بس عايزه اقول لكم حاجه، انا بعشقها كده، بحبها كده جدا. بحب اللحمه بالذات تكون مستويه زياده. يعني الفراخ احبها اللي هو التسويه المظبوطه في الفراخ. لكن اللحوم بالذات اللحمه الحمراء بحبها تكون زياده عن التسويه بتاعتها، كمان مهريه بمعنى الكلمه. هنا بقى نعمل شويه رز اللي هو حبه وحبه، شويه زيت ومعلقتين سمنه يتقدحوا معايا، وبنزل بنص كميه الرز اللي انا هعمله. بنزل بنص الكميه، بحمره قوي بالشكل ده. وبعد كده بغسل نص الكميه التانية واشقله عليه. اشوح كله مع بعضه مكعبين مرق، وبنزل بالشوربه، ولو محتاج شويه ميه مغليه تمام، لان الشوربه ما كانتش عندي كافيه قوي. ودقته كده كان محتاج شويه ملح صغيره وزي العسل. يتشرب ايه وهدي النار. خلاص كده اتشرب، هديت النار خالص. اللهم بارك، استوى معايا بقى كده. طبعا بقى الدخان طلع في الكاميرا. شايفين بقى لونه وجماله ولا ريحته. وخلصنا كده الغدا بتاعنا. وعايزه اقول لكم ان انا قطفت الملوخيه وخرطتها وكمان خزنتها في الفريزر. والخضره نفس النظام. الطريقه بقى التانية للسبانخ، لو انت مش حابه تحطي خضره بتحطي حوالي معلقتين كده كبار من الرز في قلب التسبيكه كده، بتتسبك مع السبانخ مع كله، بس بتحطيها في الاول عشان ايه الرز يستوي. بألف هنا وشفا وجربوا.